السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. في هذا الفيديو سوف أعرض لكم ارتفاع جديد للدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري من البنك المركزي اليوم الأحد الموافق 22/9/2024. قبل ما نبدأ الفيديو محتاج دعمكم لينا بالاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد ولكي تدعمونا على الاستمرار بإذن الله. لو عجبك الفيديو دوس لايك. إليكم التفاصيل بعد الانترو. سجل الدولار شراء 48 جنيه 45 قرش وبيع 48 جنيه 58 قرش. سجل اليورو شراء 54 جنيه و13 قرش وبيع 54 جنيه و29 قرش. سجل الجنيه الاسترليني شراء 64 جنيه و41 قرش وبيع 64 جنيه و59 قرش. سجل الين الياباني شراء 34 قرش وبيع 33 قرش. سجل الفرنك السويدي شراء 57 جنيه و30 قرش وبيع 57 جنيه و47 قرش. سجل الدولار الكندي شراء 35 جنيه و77 قرش وبيع 35 جنيه و89 قرش. سجل الريال السعودي شراء 12 جنيه و91 قرش وبيع 12 جنيه و94 قرش. سجل الدرهم الإماراتي شراء 13 جنيه و19 قرش وبيع 13 جنيه و22 قرش. سجل الريال القطري شراء 13 جنيه 28 قرش وبيع 13 جنيه و33 قرش. سجل الدينار الكويتي شراء 158 جنيه و84 قرش وبيع 159 جنيه و34 قرش. سجل الدينار الأردني شراء 68 جنيه و24 قرش وبيع 68 جنيه و62 قرش. سجل الدينار البحريني شراء 128 جنيه و54 قرش وبيع 128 جنيه و93 قرش. سجل الريال العماني شراء 125 جنيه و84 قرش وبيع 160 جنيه و20 قرش. نهاية الفيديو لا تنسونا بالاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس.